ازاي تعملي سفرة مصرية فخمة بأقل مجهود؟ النهاردة هنعمل مع بعض أكل ملوك السفرة المصرية، فتة اللحمة بالرز والعيش مع السلطة ولسان العصفور. الطعم خرافي والريحة تشد الجيران اللي حواليك. يلا نبدأ مع بعض. هنبدأ الأول بسلق اللحمة. هتحط حلة فيها مية تغلي وانزلي باللحمة حبة حبة. اهم حاجة اللحمة بتاخد شطفة واحدة تحت الحنفية، مش بتتنقع او اي حاجة. بعد ما تحط اللحمة لازم تخلي المية تغلي. ابدأ انزلي بكمية اللحمة على ما تحط الكمية اللي معاكي. مش هنحط على الشوربة غير البصلة والورق اللورة، وهنبدأ نستنى على ما الشوربة تبدأ تقلب معاكي. هتجمع حاجات على الوش كده، لازم تنضفيها عشان تبقى الشوربة لغاية الاخر نظيفة وصافية ومفيش فيها اي حاجة، مفيش فيها اي شوائب. نضفنا الشوربة مع بعض. هنبدأ نعمل الطماطم. حطينا حبة زيت وحط عليهم معلقة سمنة كبيرة وتبقي دقها توم. هنحط نص معلقة توم وقلبي لغاية ما تبدأ تحمر معاكي. هتبقى 10 طماطم، هتنزلي عليها بالطماطم المتحمرة. اول ما تتحمر معاكي التوم، حمرت التوم انزلي عليها على طول بالطماطم. ابدأ قلبيها، حط عليها حبة ملح وحبة فلفل اسمر بس. متحطيش حاجة تانية، متحطيش توابل تانية، لان اللحمة بتحبش التوابل الكتير والفتة بتحبش التوابل الكتير. حطينا بصلاية على الشوربة، حطينا ورق لورا وحبة وقرفة ولو فلفل اسمر حب. بعد ما الطماطم اتسبكت قطعت العيش، حطيت العيش في الفرن يتحمص وقطعيه وانزلي عليها وابدأي اسقيه بالشوربة. الفتة دي بنفس طريقة الفتة بتاعت ست الله يرحمه، بتاعت الناس القديمة. غطيها بالشوربة وروحي ركنها على جنب. خلاص كده الفتة خلصت معانا. هنبدأ نعمل لسان العصفور. هنحط زيت ومعلقتين سمنة كبارة وابدأي حط عليهم كمية لسان العصفور اللي هتعمليه. اهم حاجة لسان العصفور بيحب النار الهادية عشان يتحمر ويطلع كله معاكي نفس اللون. اول ما السمنة تسيح معاكي روحي نازلة عليه على طول بلسان العصفور. حطي الكمية وابدأي قلبي براحتك خالص. زي ما قلتلك هدي النار عشان يطلع كله نفس اللون، ما تطلعش حبة حمر وحبة مش حمر. ولازم لسان العصفور يبقى زيته كتير عشان ما يتحرقش منك. شايفة بسم الله ما شاء الله طلع كله نفس اللون ونفس الحلاوة، مفيش عندي حبة حمرا عن حبة، كله نفس درجة اللون. وابدأي تسقيه الشوربة ياخد قلبة وروحي طافية مغطياه، متخلوش يستوي على النار، يطلع كله ما شاء الله عليه حباية من حباية. وغطيها بقى واقفلي عن النار، وكده يبقى عملنا مع بعض احلى فطار النهارده. بألف هنا وشفا على قلبكم حبايب قلبي، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.